وأيضا يحضرني أيضا أني أوصي إخواني من العرب ومن الأمازيغ، كونه بتعرف في عصابة هيك إلكترونية بتحاول تزرع الفتن دائما. ففكرة شباب الأسبقية هاي والأفضلية، فكرة إنه مثلا هذا القوس بناء أمازيغي ولا بناء موري ولا بناء مغربي ولا بناء شامي دمشقي ولا عارف، يعني صراعات على أشياء إخواننا ما يعني ما لها قيمة. ما لها قيمة. أنت ممكن تعرف المعلومة لمجرد المعلومة، لكن أنت ما بتفيدك هاي ولا بتقدم هاي الأشياء. مسألة إثارة النعرات القومية هذه مسألة حتى بالمنطق يعني النفعي البراغماتي ليست في صالح لا العرب ولا الأمازيغ ولا الكرد ولا الترك ولا الفرس ولا السودان. ولا أي مكون من المكونات. أيوة، لأنه عمليا المستفيد من هذه الإشكالات هو العدو الذي يحتلنا جميعا. يعني أنت دلوقتي هل بتلاقي حد لا من الأمازيغ ولا من الترك ولا من أي حد يعني، هل بتلاقيه لما خرج عن انتماء الإسلام عاد ثوبه القديم؟ يعني هل مثلا واحد مصري بيحب الفراعنة رجع يلبس لبس الفراعنة أو يتكلم هيروغليفي؟ لا، هو حقيقة بيخرج من انتماء الإسلام فبيدخل في المشروع الغربي المعاصر، بيبقى رأس حربة ضد الأمة وضد انتمائها للإسلام وهكذا، ويقعد يثير عليك بقى ايه، نعم. عمر بن الخطاب غازي وعمرو بن العاص محتل، واحنا المفروض نتخلص من اللغه العربيه. طب يا عم انت ما انت بتتكلم باللغه العربيه، ما انت نفسك ما تعرفش الهيروغليفي نعم. للأسف يصل في البعض إنه هو بيحكي لك لا لا أنا لست عربي. هو بيحكي عربي، بيكتب لك عربي وبيحكي معك عربي ايوه، وكل شيء، بس انا هو لست عارف. عنده يشعر بالعار إنه هو يعني بيتحدث اللغة العربية أو ينتسب إلى العرب يعني. قصة طويلة بدناش نفتحها.